الاهلي وبلديه المحله، يا نهار اسكت مش ساكت انا، ولا يحصل مباراه رهيبه مجنونه، تحس فيها كده رومونتادا قويه جدا جدا. حيوط خرسانيه معموله من لعيبه بلديه المحله امام ال 18 عندهم. الاهلي 117 دقيقه وهو بيحاول يهد في الخرسانه اللي عاملينها بلديه المحله امام ال 18. هدفين يجوا بالعافيه من خرم ابره في بلديه المحله، رغم انهم عاملين ترسانات للنادي الاهلي امام ال 18 عندهم. 117 دقيقه دي اطول فتره ممكنه ياخدها وقت بدل ضايع في الدوري المصري تكون بين الاهلي وبلديه المحله. الغريب في الموضوع ان موديست جاب هدف المالي الحلال اهو. الاهلي يفضل 117 دقيقه عشان خاطر يفتح الحيوط الخرسانيه دي، وبالنهايه يجيب هدفين رغم انف الحيوط الخرسانيه المعموله من نادي بلديه المحله داخل المباراه. هو في دفاع بالطريقه دي دفاع مستميت لدرجه انه مقفل كل حاجه على الخصم. ما شفناش كوره بالطريقه دي نهائي. لازم الناس تعرف ان الكوره غالب ومغلوب. انا العب واحرر لعيبتي وبعد كده النتيجه دي توفيق وعدم توفيق. انت اعتبر نفسك شلت نتيجه، بس في النهايه العبت رجولة أمام النادي الأهلي أو أمام أي نادي تاني. ولكن إنك تلعب بالطريقة دي حيوط خرسانية أمام النادي الأهلي، دي طريقة ما تنفعش، طريقة كلاسيكية قديمة خالص. موديست يجيب هدف المال الحلال أهو، ولا زلت بقول موديست لما يجيب هدف بقول المال الحلال أهو، المال الحلال أهو. موديست جاب هدف أهو. موديست يضيع كورتين ما يضيعوش. موديست يضيع كورتين لو هو عاوز يضيع واحده فيهم ولا الثانيه ما يضيعوش. موديست يجيب هدف يتحسب تسلل. موديست يجيله كوره كده من عمر كمال يجيبها جول. ازاي ما تعرفش كده؟ توفيق من عند ربنا سبحان الله. عمر كمال اول ما يدخل المباراه هوب تجيله الكوره كده تك 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 يجيبها اول هدف للنادي الاهلي يتعادل بيه مع بلديه المحله. الكوره بنقول توفيق وعدم توفيق. سبحان الله. اللاعب ده نزل في اخر تلت ساعه في المباراه عمر كمال وتجي له كوره كده طايشه كده جوه ال 18 طق في الجول جول، يجيب الهدف الاول للنادي الاهلي ويتعادل مع بلديه المحله. عشان كده بنقول الكوره توفيق وعدم توفيق بغض النظر عن موديست او بعكس موديست. موديست تجي له كوره واثنين يضيع كوره واثنين وهدف يتحسب تسلل، وبالنهايه عمر كمال هذه كوره المفروض عمر كمال كان قاصد يشوطها في يسددها في الجول الثاني، ولكن تروح طايشه لموديست. موديست ما يستناش هوب في الجول جول. هو ده التوفيق والعدم توفيق. يعني شوف موديست بيحاول من ساعه ما نزل انه يجيب هدف، انه يعمل هدف، انه مش عارف، لكن بالنهايه تجي له كره طايشه كانت مقصود منها ان يسددها عمر كمال في الجول عشان يجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي. تروح كده بدلك لموديست. موديست يتعامل معاها صح او غلط، المهم ان هو جاب جول يبقى المال الحلال اهو، يبقى مدله يا خطيب. ولا ما تزعلوش، لا سوقوا بقى يا خطيب كده وكفايه كده موديست بقى. المهم ان مارسيل كولر استطاع انه يحطم دفاعات بلديه المحله رغم انف الخرسانات اللي عاملينها امام ال 18. الكوره جنونيه وكانت ماشيه بضلك مع بلديه المحله، تيجي كوره طايشه ليهم يجيبوا الهدف الاول في النادي الاهلي. لا يسأل عنها مصطفى شوبير طبعا، ولكن يسأل عنها دفاع النادي الاهلي اللي هو ساب لهم المساحه امام ال 18 مفتوحه، وان الواد يسدد مره تيجي في العارضه، المره الثانيه تيجي جوه الجول جول خلاص. لان خلاص في السوكه ما دام جايه الكوره في السوكه ما تقوليش حارس المرمى انه يقدر يعمل لها حاجه. يجي بعد كده المباراه تمشي لحد ما ينزل عمر كمال الباشا ويعوض النادي الاهلي بالتعادل، ثم تجي له كوره طايشه ثاني عمر كمال يحاول يسددها جوه الجول، تروح بدلك لموديست. موديست بعد الكوره الكبيره اللي اهدرها تجي له بدلك من عمر كمال في الجول جول. يبقى عمر كمال يجيب الهدف الاول للنادي الاهلي يتعادل به، موديست يجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي اللي يفوز به، وبعد كده براءه طالعين على رادس، وهناك هتتعاملوا معامله ثاني خالص، لان الترجي التونسي يترنح من النتائج
اللي هي وخيمة عليه. خروج من كاس تونس، هزيمة من الملعب، تعادل مع الصفاقسي، يعني الترجي يترنح، وكورتوسو أنا شايفه بين قوسين أو أدنى.